مرحبا بكم مرة أخرى في فقرة عشوائيات من قناة أسئلة نصليل. في الفيديو اللي فات غوصنا في العالم ديال الصوت ديال الديناصورات واكتشفنا كيفاش العلماء قدروا يعرفوا الصوت ديال الباراسورولوفوس باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ولكن اليوم غادي شوفوا واش فعلا الديناصورات كانوا كيستعملوا هاد الأصوات للتواصل مع بعضهم البعض ولا لا. العديد من الدراسات كتشير إلى أن الديناصورات كانوا كيستعملوا أصوات معينة باش يتواصلوا، خصوصا فيما يخص الحماية من الأخطار أو الجذب الشريك. العلماء لقوا بعض الأدلة في الحفريات اللي كتوحي بوجود أعضاء خاصة لإصدار الأصوات بحال تجويف الأنف الموسع عند البعض. لكن واش هاد الأصوات كانت معقدة بحال ديال الطيور الحديثة أو بسيطة بزاف؟ هادشي مازال كثير النقاش بين العلماء. واش ممكن يكونوا الديناصورات استعملوا إشارات بصرية أكثر من السمعية، أو ممكن كانت عندهم لغة خاصة مازال ما اكتشفناهاش؟ هاد الأسئلة كيبقاو غامضين وكيحفزوا العلماء يكملوا البحث. إذا كنتي كتهتم بهاد المواضيع بحالنا ما تنساش تخلينا تعليق برأيك ونتمنى تشارك الفيديو مع الأصحاب. فالفيديو الجاي غادي نرجعوا بموضوع جديد وغريب.